وبيبدأ الفيلم بالصحراء مع مجموعة من المساجين السيئين وآكلي لحوم البشر اللي بتحبسهم أمريكا خارج حدود الدولة كرمال ما يأذوا الناس العاديين، لأن بيكونوا من آكلي لحوم البشر. ومنشوف 2 من رجال الشرطة أخدين بنت جميلة جدا اسمها إيرلين لحتى يحبسوها مع المساجين السيئين بالصحراء. وهون بتبدأ رحلة إيرلين. أيوة، وبتحاول تلف بالمكان وتستكشفه، وبتضل تمشي لوقت طويل، وبتشوف سيارة خربانة وبترتاح فيها شوي، وبعدين بتشوف رجل وست جايين باتجاهها، وإيرلين بتخاف وبتحاول تهرب منهم، بس مع الأسف بيحسنوا يمسكوها. وتاني يوم تصحى إيرلين وبتشوف حالها مربوطة بمكان مخيف، وبتجي الست اللي خطفتها بتعطيها إبرة مخدر، والصدمة إنه بتقطع إيدها وبتقطع رجلها بمشهد دموي جدا. وبعدين تاخد لحمة لعند جماعة بقيادة ميامي، وتذكروا هذا الشخص منيح، وهاي الست تعطيهم لحم البنت لأن بيكونوا من أكلي لحوم البشر. وبعدين ترجع لعند إيرلين، ويا حرام منشوف إيرلين موسخة حالها كتير لأن مو عارفة تعمل حمام وبيبي، لأن إيدها ورجلها مقطوعين يا حرام، والست بتفكها لحتى تنظفها. وهون إيرلين تستغل الفرصة وبتضرب الست بسيخ حديد وبتخلص عليها على الخالص، وبتزحف على لوح تزلج لحتى تطلع من المكان، بس بتفقد طاقتها بسبب حرارة الشمس والتعب وبتفقد الوعي. وهون بيشوفها شخص كان عم بيلم خردة وبياخدها لعند جماعته اللي بيكونوا عكس تماما اكلي لحوم البشر، وبيرحبوا بإيرلين وبيركبوا لها رجل صناعية وبتعيش معهم، وبتستمر هيك لمدة 5 شهور. ومنرجع لعند ميامي ومنشوفه عايش حياة سعيدة مع بنته وزوجته، وبيكون عم يرسم لبنته، وبعدها بينزل لعند بنت كان خاطفها وبيخلص عليها وبيشويها وبيعملها كباب وكفتة، وبيطلع ياكلها مع زوجته وبنته بكل هدوء ولا كأنهم عم ياكلوا بني آدم. وتاني يوم بيطلعوا البنت وإمها لحتى يدوروا على خردوات أو أي شيء ممكن استخدامه، والأم تنضرب برجلها وبتوقع على الأرض، وبالصدفة بتشوفهم إيرلين وبتعرف انهم من جماعة اكلي لحوم البشر، وبتسألها ايرلين اذا عم يطعموا بشر للبنت الصغيرة، ولكن الست بتخبرها انهم عم بيحاولوا يضلوا عايشين، والست بتطلب من ايرلين تتركهم بحالهم. وايرلين بترد عليها انا كمان طلبت منهم يتركوني بحالي بس ما حدا رد علي، وبالعكس قطعوا من جسمي وقطعوا رجلي وايدي وطعموكن. وايرلين ما عاد بتحسن تمسك حالها وبتطالع مسدس وبتخلص على الست، وبتنرعب البنت الصغيرة وبتصير تبكي وبتحاول تصحي امها ولكن ما بترد. وإيرلين بتكون عم تطلع على البنت ومو عارفة شو تتصرف وبتغادر المكان، ولكن البنت الصغيرة تمشي وراها لأن ما عاد بتعرف وين تروح بعد ما ماتت امها، وبيكون في شخص عم بيراقبها. خليكم متذكرين انه في شخص شافهم وهو نفسه الشخص اللي ساعد ايرلين من زمان. وبيصلوا ايرلين والبنت لعند جماعة ايرلين، والبنت بتشوف ارانب كتير بالمكان وبتحبهم كتير، وايرلين بتشتري لها ارنب وبتاخدها على بيتها، وبتحاول إيرلين تحكي مع البنت وتغير لها جو، ولكن البنت بتضل ساكتة تماما. وبعدين ميامي بيحس انه مرته وبنته تأخروا وبيطلع يدور عليهم، وبيوصل على مكب النفايات وبينصدم بجثة مرته، بس بيضل عنده أمل يلاقي بنته. وهون بيجي الشخص اللي شاف إيرلين ومع البنت، وميامي بيسأل الرجل عن بنته، والرجل بيكون تافه كتير وباله فاضي، وبتعجبه الرسمة اللي مع البنت وبيطلب من ميامي يرسمه، وبتعجبه الرسمة ولهيك بيكتب له على دفتره انه يدور على بنته بمنطقة الراحة. ومنشوف الناس بمنطقة الراحة عندهم حفلة، وإيرلين والبنت عم يستعدوا للحفلة، وبتكون حفلة فخمة ودي جي وأضواء، وإيرلين بتكون مستمتعة بالحفلة كتير وعم تتمشى بالمكان وتضحك وترقص، لدرجة انه ما عاد بتنتبه للبنت الصغيرة وبتضيع منها، والبنت بتكون عم تدور على الأرنب اللي ضاع منها، وبتشوفه مع شخص مبين مهم كتير وبيعطيها الأرنب وبيستغل الفرصة وبياخدها معه. وبعد شوي منشوف نفس الشخص طلع يخطب بالناس وبيحكي لهم انه نحن لازم نصحى لحالنا ونوعى ونحقق الحلم وما نضل مجموعة مساجين سيئين. وإيرلين بتكون مو فاهمة شي من كلامه ولا شو بيقصد بالحلم. وبعد شوي منشوف مجموعة ناس عاملين دور وصفين طابور وعم ياخدوا حبوب من بنت، وإيرلين بتصف معهم وبتاخد حبة بدافع الفضول، وطبعا بتكون هاي حبوب هلو
الهلوسي، وبتفقد إيرلين القدرة على التفكير، وبتحس إنه دماغها بطل لإلها وعم تفتل الدنيا فيها. بس تنتبه لغياب البنت وبتطلع لتدور عليها، وهون الصدمة، بتشوف ميامي أبو البنت، وبسبب تأثير الحبة اللي أخدتها ترمي حالها على ميامي وبتحس بأمان وبتنام. وتاني يوم بتصحى وبتشوف ميامي أخد لها رجلها الصناعية، وبيخبرها انه انت كتير بعيدة عن مكان الراحة ومستحيل تحسني توصلي بدون اطرافك الصناعية، ولهيك بيطلب منها خدمة وبيعرض عليها صورة بنته وبيسألها اذا شافتها من قبل او لا. وإيرلين بتكذب عليه وبتخبره انه ما شافتها، وميامي بيتفق معه انه رح يعطيها الاطراف الصناعية ويوديها لمكان الراحة بشرط انه تساعده بالبحث عن بنته. وإيرلين بتوافق وبيبدوا رحلتهم مع بعض، وبالليل بيدخلوا على الكهف لحتى يرتاحوا، وبتبدأ هون لحظات حب ورومانسية. وإيرلين بتصير تحكي معه وبتسأله كيف وصل لهون، وبيخبرها انه هو من كوبا ودخل على امريكا بطريقة غير شرعية وما معه اوراق، لهيك وصل لهون. وبصيروا يتبادلوا الحديث مع بعض، وإيرلين بتقعد جنبه وبتستغل الفرصة وبتسحب السكينة تبعه وبتهدده. ولكن الغريب انه هو ما بيعصب، بالعكس بصير يتطلع عليها بنظرات حب وحنان، وبتتحول لحظة التهديد للحظة كلها رومانسية وحنان. وفجأة بيدخل عليهم شخص وبيخرب عليهم اللحظة وبيضرب رصاصة على ميامي وبياخد إيرلين وبيرجعها لمكان الراحة. وهون إيرلين الحنونة تشعر بالذنب انه كيف تركت ميامي بهاي الحالة، لهيك ترجع للمكان اللي كانوا فيه، ولكن ما بتشوفه، بس بتلاقي دفتره اللي كان يرسم عليه، وبتاخد الدفتر على مكان الراحة وبتطبع صورة البنت وبتبدأ تدور عليها، وبتعرض صورة البنت على كل الناس ولكن ما حدا بيعرفها. وبنرجع لميامي وبنشوفه مرمي على الأرض، وبيلاقيه نفس الشخص اللي بيضل بمكان الخردة وبياخده يعالجه. وبنفس الفترة بنشوف إيرلين كانت جالسة لحالها ومحبطة جدا، وبالصدفة بتشوف البنت مع وحدة من الستات اللي بيخدموا الشخص المهم اللي شفناه عم يخطب بالناس ويحكي عن الحلم. وبتروح إيرلين لعنده وبتشوفه عايش بقصر، وهذا القصر عبارة عن مجتمع مرفه جدا ومنفصل تماما عن العالم اللي برا. وبهذا القصر بيصنعوا حبوب الهلوسة وكل الستات اللي فيه حوامل. وبعدين بيجي صاحب المكان وبصير يحكي له عن حياته وعن الستات اللي عايشين بالقصر، وانه هن عايشين بسعادة ورفاهية، وبيسألها شو بدها منه، وبترد عليه إيرلين انه بدها آلة زمن لحتى تصلح اخطاء الماضي، بس بيرد عليها انه اخطائها هي اللي صنعت شخصيتك، والحياة كلها عبارة عن حلم ولازم نعيشها بشكل لائق. وبيعرض عليها تنضم لمجتمع الحلم. إيرلين ترضى وبتوافق انه تنضم لإلهم، بس بتكون عم تفكر انه هي بدها تضل بالمكان لحتى تحسن تطالع البنت الصغيرة اللي اجت كرمالها ويهربوا سوا. المهم بيعطوا إيرلين غرفة لحتى ترتاح وبتبدأ حياتها معهم. ولكن إيرلين بتدخل على الحمام وبتشيل رجلها الصناعية وبتطالع منها مسدس وبتهدد البنت اللي كانت عم تساعدها وبتاخدها كرهينة. إيرلين بتهدد رجل الحلم انه هي رح تخلص على الست اللي معها اذا ما بيعطوها البنت الصغيرة، ورجل الحلم بينزعج منها كتير لانه وثق فيها وهي خانته، بس بيوافق انه يعطيها البنت الصغيرة. وإيرلين بتاخد البنت وكمان بتاخد الست لحتى تحسن تطلع من المكان وما حدا يعترض لها، وبتنجح خطتها وبيبعدوا كتير عن القصر. وبعد ما اطمنت بتترك الست اللي معها وبتاخد البنت وبتكفي الطريق لحالها. وبعد ايام بتشوف ميامي، ولما بنته بتشوفه تركض لعنده فورا وبيفرح فيها كتير، وبيكون بده ياخد بنته ويرجع لمكانه. ولكن إيرلين تطلب منه انه ترجع معه، ولكن ميامي بينصحها انه ترجع لمكان الراحة احسن له، بس إيرلين بتخبره انه هي ما عاد بتحسن ترجع لمكان الراحة، وخاصة بعد ما تخانقت مع اهم شخص فيه وهو رجل الحلم، وبتكون مصرة انه تضل مع ميامي وبتمسك ايده. وهون بتيجي البنت الصغيرة وبتفك ايديهم من بعض وبتخبره انه هي بدها تاكل، وميامي بياخد الارنب تبعها وبيشويه وبيعملوا كباب وبياكلوه، والبنت بتاكله وهي عم تبكي وحزينة على الارنب تبعها. يعني بصراحة هدول العالم مجانين، واغرب من هيك انا ما شفت. واخر شي منشوفهم هن ال3
3 جالسين بوسط الصحراء وما راحوا على أي مكان، واتفقوا إنهم رح يعملوا مجتمع جديد لإلهم، وهيك بينتهي الفيلم. شاركوني رأيكم بالتعليقات ولا تنسوا زر اللايك والاشتراك. كان معكم نوردان، بحبكم يا أحلى عيلة.